خبير اللوائح عامر العمارة يصدم جماهير نادي الزمالك ويؤكد أن الأبيض لن يقدر على قيد صفقات جديدة لمدة فترتين حتى لو حل كل قضايا إيقاف القيد بسبب الحكم التأديبي الصادر ضد النادي في قضية صلاح مصدق. ونادي الزمالك يرد عن طريق مصادر ويؤكد أن غير صحيح هذا الأمر تماما، لأن القضية في مراحلها الأولى، وإنه سيتم اللجوء للمحكمة الرياضية حال الحاجة لذلك في الفترة القادمة. الأهلي يجدد تواصله مع سفيان بن حميدة المهاجم المغربي لمحاولة التوصل لاتفاق مع اللاعب على المقابل المادي قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه. الأهلي يتلقى استفسارات من أندية قطرية عن أشرف داري ويحاول مع اللاعب لإقناعه بقبول أحد هذا العروض بدلا من الدخول في مشاكل مع النادي. سيد عبد الحفيظ يعقد اجتماع هام مع أنيس بوجلبان وكل أعضاء لجنة السكاوتنج لتحديد ملامح العمل قبل انطلاق الموسم الجديد ومناقشة بعض الأسماء المرشحة لتدعيم الفريق في الموسم الجديد. بعض المصادر بالأهلي تؤكد أن راتب وائل جمعة في النادي سيكون أقل كثيرا من راتبه في بين سبورت القطرية، وترحاب كبير من الأهلاوية على مواقع السوشيال ميديا بوائل جمعة بعدما أكد الجميع توليه منصب مدير الكرة في الموسم الجديد. نادي الوصل الإماراتي يدخل سباق التعاقد مع محمد علي بن رمضان بعدما رحب الأهلي بفكرة خروج اللاعب لنادي الشمال خلال الأيام الماضية. تقارير صحفية تؤكد مجددا أن هناك انفراجة قريبة ستحدث في أزمة الأهلي ويسترب خلال الأيام القادمة. كاردوزو مدرب سان داونز يعطل مفاوضات تجديد تعاقده مع الفريق الجنوب أفريقي قليلا من أجل الأهلي الذي استطلع رأيه مؤخرا، وذلك أملا في أن يقدم الأهلي له عرضا جيدا. الشكوك تزداد بشكل كبير حول بقاء حسين الشحات مع الأهلي في الموسم الجديد في ظل عدم إحراز الأهلي أي تقدم في المفاوضات التجديد مع اللاعب. نادي بيراميدز ينفي تماما تقديمه أي عروض لأحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي خلال الأيام الماضية، ويؤكد أن اللاعب خارج حساباتهم تماما. الأهلي ينفي صدور أحكام جديدة من الفيفا ضد النادي بسبب شكوى تقدم بها مدرب حراس الفريق السابق في جهاز ريبيريو، ويؤكد أن الحكم قديم وتم الطعن عليه. أسامة السويسي ينتقد بشدة خالد الغندور ويصفه براعي الفتن الأول في مصر، بعدما حاول الغندور انتقاد الأهلي بأسلوب واقع كالعادة لرفض بعض مسؤولي النادي بمشاركة الفريق في السوبر المصري. نادي القرم العراقي يتمسك باستمرار عبد القادر في صفوف الفريق ويرفض رحيله مجانا لنادي الزمالك أو بيراميدز بنهاية الموسم الحالي. نادي أمصلالة القطري ينفي تواصله مع الزمالك على شراء شيكوبانزا بمقابل 2 مليون دولار. الفيفا يعلن تقليص عدد قضايا إيقاف القيد الخاصة بنادي الزمالك إلى 16 قضية بعد إغلاق أول ملفين رسميا. المنتخب البرازيلي يفوز على بنما بسداسية ودية قبل مواجهة منتخب مصر في المباراة الودية الأخيرة قبل انطلاق منافسات كأس العالم. حسام حسن يحذر لاعبي المنتخب الوطني من استقبال أهداف مبكرة أمام البرازيل ويطالبهم بالتعامل مع المباراة بكل جدية وكأنها مباراة رسمية. حسام حسن يجهز صلاح ومرموش وإمام عاشور وتريزيجيه لمواجهة البرازيل ويشرح لهم طريقة استغلال التحولات السريعة من الدفاع للهجوم. المنتخب الوطني يؤكد أن كل ما يتردد عن طلب محمد صلاح استبعاد محمد هاني من غرفته في فندق إقامة المنتخب بأمريكا واختيار حمزة عبد الكريم للجلوس معه غير صحيح، ويؤكد أن كل لاعب لديه غرفة خاصة. شركة أديداس تقرر إنتاج فيلم سينمائي عن محمد صلاح والرحلة الملهمة للاعب في الملاعب منذ أن كان طفلا حتى ووصل للعالمية وأصبح أحد اللاعبين التاريخيين في الدوري الإنجليزي. الإعلامي أحمد شوبير ينتقد بشدة خالد الغندور وبعض لاعبي الزمالك السابقين بسبب مهاجمة حسام حسن، ويتعجب بشدة من تجاهل المجلس الأعلى للإعلام هؤلاء المرضى النفسيين الباحثين عن الترند، ويطالب المسؤولين في الدولة بموقف واضح مع هذا الأشخاص. ضياء السيد المدرب العام للمنتخب يؤكد أن الهجوم الكبير على حسام حسن بسبب استبعاد مصطفى محمد غير مبرر على الإطلاق، والجماهير البيضاء وإعلام الزمالك تتعامل مع اللاعب بتعاطف شديد، لكن اللاعب لم يقدم هذا الموسم مستوى جيد حتى ينتقد الجميع، خصوصا أن حسام حسن لا يعتمد على مهاجم صريح، ومصطفى محمد اعتمد على المظلومية ولم يحاول أن يثبت للجهاز الفني أنه يستحق فرص أكبر مع المنتخب، وهو يثق أن زيكو سيكون البديل الأول لعمر مرموش وحمزة عبد الكريم.